جريمة جديدة من نوعها أول مرة نشوفها أو نسمع عنها. اللي حصل من امبارح للنهاردة في لبنان قلب الدنيا رأسا على عقب، والأول مرة في التاريخ الحديث نسمع عن انفجار أشخاص بالأجهزة اللي بيحملوها للاتصالات جديدة أو حديثة. لما العملية وقعت كان في تقريبا ما بين 1000 جريح أو أكتر شوية، وفي تقريبا ما بين 20 ل 25 قتيل. العملية بتعتبر عملية نوعية خطيرة وخطوة جديدة تتخذها إسرائيل أو الكيان الصهيوني تجاه لبنان أو حزب الله. الروايات كتير والكلام كتير ومحدش عارف الحقيقة فين. امبارح طلعت رواية إن إسرائيل عرفت إن إيران هتستورد أجهزة البيجرز من مصنع، فراحت للمصنع واخترقت الشحنة وفخختها قبل ما توصل لإيران أو لحزب الله. والحدوتة اللي بقولك عليها دي كانت طالعة من واشنطن بوست. والغريبة إن النهاردة الإعلام الإسرائيلي كله عمال بيتسابق انه يجيب معلومات ويجيب ادله، لان دي جريمه وبتستدعي التحقيق الجنائي. وخلي بالك ان توقيت الحادثه اللي حصلت امبارح والنهارده اتكررت لتاني مره توقيت حساس جدا، مش عشان في اقاويل بتقول ان اسرائيل هتجتاح لبنان، لا، هو ليه معنى في الشأن الداخلي الاسرائيلي. والاغرب مدى معرفه الولايات المتحده الامريكيه بالتفاصيل. والسؤال الاهم والاخطر، هي ايران هترد على اللي حصل ده؟ لأن السفير الإيراني امبارح في لبنان اتصاب، ولا حزب الله هو اللي هيتولى مسؤولية الرد؟ طب حزب الله هيرد ازاي؟ وهل إسرائيل مستعدة للرد ده؟ عشان نعرف الإجابات على كل الأسئلة دي فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. هو أهم حاجة لازم نعرفها قبل ما نتكلم في الموضوع، هو ليه حزب الله نشر أو وزع أجهزة البيجرز على العناصر الخاصة بيه بعد ما كانوا بيستخدموا الموبايلات. وكان استبدل أجهزة البيجر دي من فترة، بس من فترة قريبة جدا تم استبدال أجهزة البيجر لأجهزة بيجر محدثة. خليك معايا وهقول لك اللي أنا فهمته من نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، لأن كل جريدة منهم أو موقع عندها حدوتة مختلفة. نيويورك تايمز بتقول إن حزب الله كان بيعتمد على البيجرز حتى من قبل اغتيال فؤاد شكر، بس ما كانش بيعتمد عليه اعتماد كلي، كان بيعتمد عليه اعتماد جزئي. وبعد ما تم اغتيال فؤاد شكر حزب الله اتأكد ان اتصالاته تم اختراقها بشكل او باخر. على طول ابتدى يستبدل انظمة الاتصالات الخاصة بيه بحيث ان هي تكون امن شوية. يعني بعد الموبايلات اتجهوا للبيجرز، وبعد البيجرز اتجهوا البيجرز احدث او مؤمنة اكتر. وحسن نصر الله في خطاب ليه ادى الاوامر واضحة وقال ما تستخدموش السيلفونز او الهواتف الخلوية. وفي خطابه حسن نصر الله شبه الموبايل بالعميل القاتل. ده تمام اللي حصل في أول الحرب الروسية الأوكرانية، لما روسيا قعدت سنة بتعاني من موضوع اختراق الاتصالات، وفي النهاية أمرت جنودها بعدم استخدام الموبايلات في العمليات العسكرية أو تماما. والبيجر أو البيبر يا صديقي هو لا يحتوي على تكنولوجيا ال 3G أو ال 4G أو ال 5G، إلا إن هو عبارة عن جهاز بيستقبل رسائل وبيدي زي كده رنين او صوت او صفارة عشان تعرف الرسالة جات لك ازاي وتبتدي تتعامل مع الرسالة اللي جاية لك. وسبق وان اسرائيل صرحت ان هي مش عارفة تجيب يحيى السنوار، لانهم قالوا ان هو ما بيستخدمش موبايل او لابتوب او حتى جهاز بيجر، هو بيعتمد على الرسائل النصية او الكتابة او الرسائل القديمة والطرق القديمة في التواصل. ومن هنا ركز معايا عشان هتبتدي اجاباتنا وحكايتنا في فهم كل اللي حصل من امبارح للنهارده. عناصر حزب الله وقادة حزب الله اتفقوا على ان هم هيستخدموا البيجر الحديث اللي هم جابوه، وطلبوا بالفعل شحنة من البيجرز، واتفقوا ان هم يستوردوه من الخارج. وكان في بعض الحكايات او الاقاويل بتقول ان في مصنع ايراني بيصنع البيجرز، لا الكلام ده مش حقيقي. هم جابوا البيجرز منين وجابوه امتى؟ دي النقطة اللي محدش قادر يوصل لها لحد دلوقتي، لكن في دول تانية وصلت لها المعلومات دي وعرفت. قلبت الانترنت رايح جاي يمين شمال، معرفتش اوصل جايبين البيجرز دي منين، مع ان في حكايات كتير بتقول من تايوان، شركة تايواني ومصنعة الى اخره، لكن ما قدرتش اوصل لحقيقة قدامي البيجرز دي جت منين. والنهاردة في رواية طلعت من صحيفة اسرائيلية بتقول بعد فحص الجهاز بعد الانفجار لقوا عليه كود او عرفوا موديله اللي هو AR924، وصلوا الى ان اللي بيصنع الجهاز هي شركة تايواني اسمها جولد أبولو، وده كان أول خيط. وأول لما عرفوا إن الجهاز ده بيتصنع في شركة جولد أبولو قال لك بس صاحب المصنع ده يتجاب. على طول طلع صاحب مصنع جولد أبولو مذعور وصرح إن هو ملوش دعوة بأي حاجة حصلت، ولا حط فيه أجهزة مفخخة
ولا تعامل مع الجهاز بشكل غريب. بس في تصريحاته قال ان هو جات له شركة اسمها BAC وطلبت خط انتاج من عند المصنع ده. طب مين صاحب الشركة دي؟ ما جابش سيرة. سألوه مين صاحب الشركة دي؟ ما عرفش. طيب مقر الشركة فين؟ قال لهم في بودابست في المجر. وقال باللفظ ان الشركة دي طلبت منه وكالة وحق تصنيع الجهاز AR 924. فاحنا غزيناهم بالتكنولوجيا الخاصة بتصنيع الجهاز وابتدوا يصنعوه في المجر. وشركة BAC خدت اللوجو الخاص بشركة جولد أبولو وابتدت تطبعه على الأجهزة اللي بتصنعها. وده طبعا معناه ان شركة BAC هي اللي فيها اختراق مش جولد أبولو. والإعلام الإسرائيلي بيقول ما تستبعدوش ان إسرائيل ممكن تكون أنشأت الشركة دي خصيصا لتصنيع البيجرز دي لتوردها لحزب الله. وكمل الإعلام الإسرائيلي سرد حكايته اللي بيقول فيها ما تستبعدوش كمان ان هم ممكن يصرفوا مبالغ كبيرة جدا. وقال لك ليه مبالغ كبيرة؟ لأن زرع المتفجرات داخل بطارية الليثيوم شيء مش سهل ومكلف جدا. وبتكمل نيويورك تايمز وبتقول اوعوا تفتكروا ان المتفجرات اللي اتزرعت جوه بطارية الليثيوم الخاصة بالجهاز كبيرة، بالعكس اللي اتزرع بيقولوا عليه ده أونص أو زي كده، يعني حاجة بيقاس بيها الذهب، وحدة قياس للذهب، فحاجة صغيرة جدا. وقالوا كمان نيويورك تايمز ان المادة اللي اتزرعت جوه البطارية الليثيوم اسمها PETN، ودي بتعتبر احدث مادة متفجرة في العالم. وقالوا ان هي حساسة جدا للذبذبات، والجزء اللي اتحط في البطارية الليثيوم تقريبا 28 جرام وشديدة الانفجار. وشركة BAC اتعاقدت مع حزب الله عشان تورد له أجهزة البيجرز طبعا اللي مزروع فيها المتفجرات عشان يتم العملية اللي حصلت امبارح وبيكملوها النهاردة. الشركة دي وردت لحزب الله حسب مواقع الإخبارية العالمية 5000 قطعة من البيجرز، ومحدش يعرف الجهاز اتوزع امتى. ولما نرجع لإحصائيات لبنان النهاردة بتقول إن في تقريبا 3000 انفجار حصل في الأراضي اللبنانية. قال لك كده فاضل 2000 من ال 5000 بعد تفكير الثلاثة. بيقولوا إن حزب الله استورد كذا طراز من البيجر، واللي انفجر بس هو موديل AR 924، أما باقي الطرازات ما كانتش فيها متفجرات. في سؤال هنا بيقول لك اشمعنى الطراز ال AR 924 هو اللي انفجر او اللي اتحط فيه المادة المتفجرة؟ قالك عشان هو الاكثر عددا. ايوه هو السؤال ده اللي بيدور في مخك، مدى تأثير العملية دي على المنطقة ككل شكله ايه؟ والاخطر امريكا كان عندها علم بيها ازاي؟ تأثير العملية دي ان اسرائيل او الاعلام الاسرائيلي بيقول ان هو كان متوقع ان يكون الانفجارات اكتر. تاني اثر للعملية دي وهو عملية الرصد. اكيد في كل الاراضي اللبنانية او حزب الله في عملاء من الموساد او المخابرات الاسرائيليه، وكمان بيصوروا عناصر حزب الله اللي اتصابوا، بيصوروا اللي اصيبوا اصابات طفيفه واللي لسه عايش، ويصوروهم داخل المستشفيات. الاثر الثالث والاخطر والاهم هو كشف عناصر حزب الله، وده اثر كبير جدا لان اسرائيل في الوقت ده او دلوقتي قدرت تعرف بشكل كبير جدا تقريبا بنسبه تتعدى 70 او 75% ان هي تقدر تعرف وترصد متصور كمان عناصر حزب الله. في فرق كبير جدا بين ان انت تصيب عنصر من عناصر عدوك، وفي فرق كبير جدا انك تكشفه. اسرائيل كشفت عناصر حزب الله او نسبة كبيرة منهم، وبالتالي هتبتدي اسرائيل تحضر لهم ملف، لكل شخص منهم ملف، بيروح فين، بيجي منين، بيتحرك ازاي، هتبتدي تعرف معارفه، قرايبه، اصحابه، بالتالي الشبكة هتبتدي تتضح. نيجي بقى للسؤال الثاني وهو مدى معرفة أمريكا بالعملية. الإعلام الإسرائيلي بيقول إن مدى معرفة أمريكا بالموضوع أو بالعملية مش كبير قوي. ليه معرفة أمريكا بالعملية بسيطة؟ قالك لأن وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت كلم أوستن قبلها بدقايق، ولما كلمه قال له إن إسرائيل هتقوم بعملية، ولما سألوا إيه هي العملية مرضيش يقول له، تفاصيل العملية إيه برضه مرضيش يقول له. اللي خلى أمريكا تحس أو تشعر إن إسرائيل بتبقيها في الظل، وإن المكالمة اللي حصلت ما بين جالنت وأوستن مش إبلاغ أصلا، عشان دي عملية كبيرة وإسرائيل كانت بتتوقع أو متوقعة أعداد أكبر من كده بكتير. اشمعنى إسرائيل قامت بالعملية في الوقت ده بالذات؟ اللي هيجاوب على السؤال ده جريدة اسمها المونيتور. طبعا الجريدة دي معروفة جدا في إسرائيل، والمقالة دي بالذات ترند حاليا في إسرائيل. المونيتور قالت إيه؟ قالت إن إسرائيل فرض عليها ميعاد العملية. يعني إيه فرض عليها الميعاد؟ مش فاهم. الخبر قالك إن أعضاء حزب الله خدوا البيجرز دي من أسبوعين قبل عملية الانفجار تقريبا، وشكوا إن آخر شحنة للبيجرز فيها حاجة غلط، وجت عناصر الحرس الثوري
خدت الشحنة دي وفصصتها وحللتها ولقوا فيها متفجرات فعلا، وبدأ الشك يخش لقلب الحرس الثوري وابتدى يشك في العملية كلها. وفي غضون الشك ده بالمعنى البلدي إسرائيل اتفرض عليها إن هي تعمل العملية قبل ما الشك يوصل ل100% للحرس الثوري ويبتدوا يتخلصوا من الأجهزة دي. الحلقة دي مخصوص أنا مش كاتبها وأنا مش بقول كلام من دماغي، بالعكس أنا بحاول أكشف الأمر قدامكم عن طريق الأخبار اللي في الصحف والمقالات اللي في المواقع الإخبارية الرسمية. ليه بتعتبر النقطة خطيرة أو مهمة إصابة السفير الإيراني؟ لأن أول إصابة ليه كانت في العين، والعين التانية أصيبت إصابات بالغة. يعني الراجل بيفتح رسالة عينيه راحت. اتصمم جهاز البيجر الخاص ده اللي هو AR-924 على أساس إن هو يجيله رنتين 2 بيبس وبعديها ينفجر. انت بتظن ان جات لك رساله عاديه، تبتدي تسحب الجهاز وتبص فيه. لك ان تتخيل ان ايران اتضرب لها القنصليه الخاصه بيها في سوريا، ودلوقتي سفير ايران في لبنان اتعمى. الموقف شكله ايه من وجهه نظرك؟ واكتب لنا في التعليقات. هل ايران هترد ولا حزب الله؟ في النهايه واصل الحدوته، اسرائيل او الكيان الصهيوني عدوا الخطوط الحمراء. هل المنطقه داخله على حرب؟ هل داخله على تكتلات اقليميه؟ ولو لسه ما عملتش لايك شير وسبسكرايب، اهلا بيك في اي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في اصل الحدوته، واستنونا في حواديت جايه كتير. اشوفكم على خير.